كان في جندي فنلندي اسمه سيمو هايها، راجل صغير في الجسم بس قلبه حديد. وقت الحرب العالمية التانية لما الروس هجموا على فنلندا، الراجل ده قال لأ، مش هسيب بلدي تقع كده، وطلع لوحده يدافع عنها. كان بيتحرك في التلج الأبيض متخفي تماما، بس عينه كانت عاملة زي الليزر، يضرب طلقة واحدة والعدو يقع مكانه من غير ما يعرف جه منين. 3 شهور بس دمر مئات من الجنود الروس لوحده. الناس هناك قالوا عليه شبح التلج لأن محدش كان بيشوفه، بس رصاصه دايما بيوصل. وفي يوم الروس اكتشفوا مكانه وضربوه في وشه بقنبلة. الكل قال خلاص سيمو مات، بس الراجل عاش ورجع بعد الحرب بوش متشوه بس بابتسامة، كأنه بيقول أنا عملت اللي عليا. سيمو ما كانش بس بيدافع عن أرض، ده كان بيدافع عن كرامة وعن فكرة إن حتى لو لوحدك ممكن توقف جيش كامل لو قلبك جامد كفاية.